ملخص مسلسل البيت بيتي اللي بيتعرض على منصة شاهد دلوقتي. المسلسل قصير من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر. بتبدأ الحلقة بمشهد لراجل كبير في السن بيولع في قصر وبيقول إن لازم لعنة القصر دي تنتهي، وفجأة الحريقة اللي ولعها في القصر كله بتنطفي وبتتجمع حواليه هو وبتولع فيه هو. ده كراكيري اللي قايم بدوره كريم محمود عبد العزيز، سواق تاكسي غلبان وكحيان على الآخر، متجوز ومخلف، ودي مراته ست شعنونة وبتاعت مشاكل، وده ابنهم الصغير اللي اسمه زيزو. أما ده بينو واللي قايم بدوره مصطفى خاطر، الشاب اللي مقضيها بالطول وبالعرض وعايش يبعزق في فلوس أبوه وخلاص، ومقضي حياته ما بين الساحل والسخنة. وبيجي لبينو تليفون من أخوه الكبير اللي بيقوله على خبر وفاة والده، وبينزل بينو بسرعة من السخنة. ولما بينزل وبيروح لأخوه بيكتشف أصلا إن باباه ميت من أسبوع، وإنهم كل الفترة دي بيحاولوا يتصلوا بيه لكن مش عارفين يوصلوا له. ودي مرات أخوه راندا، وتعتبر دي الوحيدة اللي بتعامله بلطف شوية في العيلة دي، لأن أخوه بيعامله معاملة وحشة جدا. ودي شيرين أخت بينو، وده أشرق اللي بيشتغل عندهم ويعتبر هو اللي مربيهم، اسمه أشرق مش أشرف. وفي الوقت ده بيوصل الأستاذ إلهامي المحامي، وجاي علشان يفتح الوصية اللي سابها والدهم. ولما المحامي إلهامي بيفتح الوصية قدامهم كلهم، بيكتشفوا إن أبوهم قسم ثروته ما بين ابنه الكبير وما بين بنته، حتى أشرق اداله 1,000,000 جنيه وما سابش لبينو غير القصر ده اللي مقفول من سنين. وفي الأول بينو بيفرح لأن والده كتب له قصر، والقصر ده ما يقلش عن 100 مليون جنيه، وبيروح بينو علشان يفتح القصر بتاعه ويقعد فيه لأنه خلاص ما بقالوش مكان تاني غير القصر ده. ولما بيوصل بينو القصر بيكتشف إنه قصر كبير وفخم جدا، أي نعم مبني على الطراز القديم والطريقة القديمة، لكن قصر كبير قوي. ولما بيدخل بينو القصر من جوه بيكتشف إن الكهرباء شغالة في القصر كله، وبيسأل نفسه إزاي الكهرباء شغالة كل السنين دي، وكمان بيلاقي القصر نظيف ولا كأنه كان مهجور من سنين. ولما بتبدأ الحلقة التانية بتبدأ بمشهد فلاش باك لمشهد في القصر حصل من سنين، وهي البنت شغالة في القصر بتشوف حاجة فبتصرخ وبتاخد طفل صغير وبتجري بيه من القصر، وفي شخص بيجري وراها. الشخص ده هو أبو بينو، لكن وقتها كان شاب صغير. البنت دي وهي بتجري ومرعوبة جدا وشايلة البيبي الصغير على ايديها بتخبط في واحد، الواحد ده يبقى عابدين البواب. بنرجع بقى لبينو اللي قعد في القصر وبيفضي شنطته، وبيلاحظ ان ساعات البيت كلها مظبوطة على الساعة 3. اما بقى كراكيري هو شغال على التاكسي بتاعه بالليل، فبتوقفه ست وبتقول له وديني قصر طاب شاه زاد. ولما بتركب معاه بتقوله ان القصر ده قصر من التلاتينات، فبيقولها طب اوصفي لي بقى الطريق لان انا مش عارفه. اما بقى بينو وهو نايم في القصر فبيسمع اصوات غريبه جدا وصوت ريح وهوا شديد قوي، وبيبان بتخبط وشبابيك بتخبط، فبيقوم من النوم مفزوع. اما بقى الست اللي راكبه مع كراكيري فلما بتوصل القصر بتطلع فلوس كتير وبتديها له وبتدخل القصر، وبعد ما بتدخل بيبص كراكيري بيلاقي الفلوس دي عملة قديمة جدا انتهت من سنين، فبيدخل القصر علشان يتخانق معاها. وبيدخل القصر وبيزعق وبيسأل عن الست اللي كانت راكبة معاه، وبيطلع له بينو وبيقول له مفيش حد عايش في القصر ده، انا بس اللي موجود في القصر. وبيقول له انا متأكد ان انا وصلتها ودخلت القصر ده اهي، هي دي الست اللي ركبت معايا اللي صورتها متعلقة على الحيطة. وبينو بيقول للست دي تبقى جدتي وماتت من سنين. ولما كراكيري بيطلع بره فبيلاقي التاكسي بتاعه اختفى، وهم واقفين الاتنين بيتخانقوا بيلاقوا الصورة بتاعت الست دي اتغيرت، فبيخافوا هما الاتنين وبيطلعوا يجروا بره القصر.